تخيل تلاقي رسالة عمرها آلاف السنين محفورة على جدران معبد بتحكي عن نهاية العالم. تفتكر الأساطير دي مجرد خيال ولا فيها حقيقة احنا مش عايزين نصدقها؟ اللي ما تعرفوش عن نبوءات الحضارات القديمة. حضارات زي المايا والبابليين والمصريين القدماء كلهم اتكلموا عن نهاية الزمان. في برديات فرعونية بتحكي عن الفيضان العظيم وحريق السماء، والمايا تنبأوا بحدث كوني عظيم عام 2012، والناس وقتها كانت فعلا مرعوبة. لكن هل دي مجرد مصادفات ولا في نمط بيتكرر؟ تعالوا نروح لأمثلة. الحجر اللي بيتنفس. سنة 1973 في فرنسا اكتشفوا حجر بيكبر وبيتحرك. والله العلماء قالوا عليه تروفانت ستون، ولقيوا زيه في رومانيا. الحجر ده بيمتص الرطوبة من الجو، ولما الجو بيمطر بيتنفس ويتحرك، حاجة تخليك تشك في الجمادات حواليك. بلاش دي، تعالوا نروح لنهر الغليان في برو، في قلب غابات الأمازون. نهر بيغلي بدرجة حرارة بتقتل أي كائن يدخل فيه خلال ثواني، اسمه شيناي تمشكا. السكان المحليين بيعتبروه ملعون. الغريب مفيش أي بركان قريب يفسر الحرارة دي. حاجة غريبة مش كده؟ طب ما تيجوا نروح لقارة أطلانتس. أسطورة ولا حقيقة؟ أفلاطون كتب عنها وقال إنها كانت متطورة وانهارت فجأة، وفي نظريات بتقول إنها غرقت بسبب زلزال، وفي بعثات بتدور عليها في المحيط الأطلسي. بس هل فعلا الحضارات القديمة كانت أذكى مننا؟ كل يوم العلم بيكتشف حاجة جديدة، بس هل نقدر نفسر كل حاجة؟ يمكن التاريخ مخبي أكتر مما نتخيل، واللي ما نعرفوش مخيف أكتر من اللي نعرفه. خليك جزء من الرحلة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشيرها مع اللي بيحبوا الحاجات الغريبة زيك. وما تنساش تكتب لي في الكومنت ايه أكتر حاجة غريبة خضتك في الحلقة. وسلام.